ركزوا يا جماعه في اللي احنا بنقوله عشان دي اهم نقاط. مش صفر يا جماعه للاحتراف. ازيكم يا بروز، عاملين ايه؟ معاكم خالد ايمن. فيديو النهارده فكره تحدي مختلفه تماما، اول مره نعملها على القناه، وهي يعني فكره الصراحه جامده. احنا هنعمل تحدي. جبت واحد من الفانز هو يا عم هفهمهم ايه. بصوا يا جماعه، تحدي النهارده ان انا جبت واحد من الفانز، مروان. هو مش من الفانز قوي بس هو كان من الفانز وبقى صاحبنا. تعالى يا مروان، انت من الفانز بتوعي ولا لا يا مروان؟ صاحبي ومن الفانز بتوعي، مفيهاش اي حاجه. فالنهارده هنعمل تحدي ان احنا هنعلمه حركه الفيبل جرايند او الدبل بيج. فلسه مش عارفين يا دبل بيجز يا فيبل جرايند. احنا هنعلم مروان ازاي يعمل دبل بيجز، هو ما بيعرفش يعملها. شوفوا بقى ازاي هعلمه ازاي يعمل دبل بيجز، وتعلم ازاي تعمل دبل بيجز. هتعمل حركه النهارده يا مروان. المفروض نعلم مروان ازاي يعمل دبل بيجز، فده تحدي النهارده، وان شاء الله مروان يعرف يعمل دبل بيجز. وركز في الفيديو عشان انت كمان تتعلم ازاي تعمل دبل بيجز. تعلمه يا مودي معايا ولا انا اللي اعلمه بس ولا ايه؟ والله احنا طبعا لاجل القناه ولاجل الناس المحترمه ديت لازم نعلمهم اي حاجه. شوفوا مروان وهو من الصفر لحد لما بيعمل دبل بيجز على الريلات. عايز تقول ايه يا مروان قبل ما يعني نبدا مرحله التعليم؟ خالد احسن لاعب بي ام اكس في مصر وهيعلمني دلوقتي دبل بيج من فوق. اكبر ليدج انتوا ممكن تشوفوه. هو ده اكبر ليدج يا جماعه. تحب تقول حاجه تانية يا مروان؟ لا شكرا، ربنا يخليك. انت يعني حاسس بايه وخالد دايما بيعلمك؟ ده يا بجد حاسس بفخر كده يا جماعه يا بخت اي حد انا بعلمه، يعني بيتعلم من خالد ايمن ذات نفسه. الخبره يعني مودي ده معلمه نفسه كل الحركات. خبره فعلا، انت معلمني كل الحركات صح؟ مش معلمك انت كل ايوه الحركات؟ والله يا جماعه ده صح قول الحقيقه يا اسطى. حصل يا اسطى. مودي يا جدعان انا معلمه هو يا حاجات كتيره، جماعة وبرضه هو اللي معلمنا حاجات كتيره تتحور عليك عشان ما اخليش منظرك وحش. لازم كلنا نساعد ونعلم بعض، مش هنقعد نرغي كتير. يلا هنعلم مروان دلوقتي الدبل بيجز. مودي يا ابني حرام عليك هتعدينا يا ابني. بص مروان، الدبل بيجز عباره عن انك بتنط وتخلي الكوبايتين يخبطوا كده. الكوبايتين بيلمسوا ليدج. ماشي هوريك دلوقتي. ركز كويس. اول حاجه هتبدا تتعلم انك تعمل ستول، تمشي جنب الليدج. ممكن يجرب اعملها كان ما اعملش ستول. انت هتقعد تجرب بقى وتقعد تعمل. طب جرب ما تعملها، اعملها من غير ما تعملها ستول بس. ماشي. مروان هيجرب دلوقتي يعملها من غير ما يعملها ستول، بس المفروض ستول اسهل يعني، بس لما نشوف. ايه هنا الغلط بتاع مروان بقى؟ انا لسه ما اعرفش. ايه الغلط بتاع مروان؟ هنا يا جماعه مروان خايف شويه، يعني هو بينط على الليدج بعد كده بينط من العجله. هو مروان خايف شويه. حاول ما تخافش يا مروان. حياتي بقت احسن بكتير. نسينا نعمل حاجه مهمه، وانك تحط واكس عشان الدبل بيجز بتحك بالكوبايتين، فانت لازم تحتاج واكس، وهو ده الحوار السحري. فهو حاجه زي الصابون كده، لو انت معكش واكس هات صابون. احنا كنا بنبدا بصابون في الاول. هنحطه على الليدج، ده هينعمها بحيث الكوبايات تمشي بسهوله ويعرف يعمل حركه. انا اللي اعمل المعلم ولا انت اللي تعمل يا مهزأ؟ يعني في كان ينفع يعني المعلم هو اللي يقعد يعمل بالواكس والمتدرب هو اللي قاعد كده؟ ينفع عشان دي مهزله يا جماعه، مهزله. يعني مش هتحتاج تمشي سريع، بس نط ما تبقاش على الحرف، يعني فاهم؟ الزق في الليدج، دخل البيجز كلها تكون داخل جوه، ما تنطش كده وتخاف، لا ارمي زي البيجز في الليدج، هتلاقي العجله بتمشي معاك. مروان دلوقتي هيجرب يا جماعه، الحركه مش هتيجي برضه. برضه يا جماعه مروان عامل نفس المشكله. يا ابني نط وخليك ما تقعش على العجله، مش هيحصل لك اي حاجه. نط الزق كده. بص ما تسمع الكلام بقى وما تغلبناش معاك يعني. والله في ايه؟ ما يعني تسمع عاوزين الكلام، نتعب. هنقعد نعيد كتير بقى. فهمت احنا المفروض بنعمل ايه؟ يا عم ايوه يا عم. ماشي حلوه ماشي، بس مشكله مروان هنا بيعملها بس ما بينزلش منها. يعني هو ساب الكوتش قدام ينزل، لا حاول تطلع منها، تاخد زي جامب وتطلع من الليدج، ما تسيبهاش تمشي لوحدها. يلا مروان بقى. حاول بقى، لسه فاضل لك سنه. ان شاء الله هتيجي. نط بقى منها. يا ولد احسن. هنا غلطته ان هو كان ماشي بطيء شويه وما عرفش يطلع من الحركه قوي. اهم حاجه تطلع يا جدعان عشان ما تقعش لو انت بتعمل حته عاليه. امشي اسرع شويه يا مروان، امشي اسرع شويه. ركزوا يا جماعه في اللي احنا بنقوله عشان دي اهم نقاط. يلا يا مروان. لا مش قد كده، لا تاني. خلاص بقى انت عجال الواد وخلاص. لازم يكون يا جماعه احنا بنعلمه الحركه في اكاديميه بي ميكس بروز، بيتعلم الحركه من الصفر للاحتراف. اوه باركوا مروان يا جماعه على حركته الجديده دبل بيجز. وانتظرونا نفسي. خالد ايمن بيعلمني. انتظرونا في الحركه الجديده. اختاروا الحركه الجديده اللي احنا نعلمها
ممكن نجيب واحد تاني نعلمه ما بيعملش اي حركات فانز ولا نعلمه. صاحبك؟ فانز او صاحبي اي حاجه يعني، اختاروا حركه نعلمها لحد معين، حركه صعبه نعلمها لهم. لو عايزين اي فكره فيديو اكتبوا في التعليقات تحت، ما تنساش تعمل سبسكرايب وفولو ليا وفولو لمروان عشان نتعلم حركه جديده. محدش يعمل فولو لمودي عشان هو اللي بيصور. اعملوا فولو لمودي يا جدعان، وسبسكرايب لقناه مودي كمان عشان مودي يا جماعه. مودي يا جدعان يعني لا عمره ما حطها وعمري ما كان لي منها سبسكرايب. عمرك ايه؟ حطيتها في الديسكربشن. انا يا كداب. والله العظيم ده كداب يا جدعان. والله ما حطيت لك بتاع. حطها اول يوم بس شكرا جزيلا بجد لمستر خالد ايمن الكوتش الاساسي في مصر يعني للبيمكس. قول كلمه كده يعني، اكاديميه بي ميكس بروز الصراحه اكاديميه ممتازه. من الصفر يا جماعه للاحتراف، من الصفر للاحتراف. احجز معانا، نحط رقم التليفون في الديسكربشن، كلمنا واحنا هنتواصل معاك في اقرب وقت.